السلام عليكم، أهلا بكم متابعي الكرام. موقع أكتوفوت يفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. كشف اليوم الخميس موقع أكتوفوت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فتح تحقيق في شبهة فساد ضد رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو. وقال الموقع الكاميروني أن الحكومة الكاميرونية طلبت من صامويل إيتو تبرير صرف 646 مليون فرنك إفريقي في ظرف قصير وفي حدود 65 أسبوع بعد انتخابه على رأس الاتحادية الكاميرونية. كما أكد المصدر أن التحقيق تكلف به رئيس الجمهورية بول بيا، وعلما أن إصدار الأموال كان بين 18 من نوفمبر 2014 و25 من ديسمبر 2021. وذهب المصدر إلى أبعد من ذلك حينما قال أن الاتحاد الكاميروني تلقى 10 مليار فرنك إفريقي على 48 دفعة من جوزيف أونا إلى إيتو. وهكذا تتوالى فضائح صامويل إيتو في الوسط الكاميروني.